اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ صباحكم ورد، صباحكم ياسمين، صباحكم كله طاقة إيجابية يا أحلى اخوات. يلا بقى نخش نشوف هنعمل ايه. النهاردة هنعمل 3 طرق للكنافة. كنافة ايه يا شهرزاد؟ كملي الفيديو يا حبيبة اختك وهتطلعك أكيد مستفادة، وهنعملها ب3 طرق بأبسط وأحلى وأجمل طعم. بصي بقى، اول حاجه هنجيب الكنافه من الفريزر، هتكوني حطاها في الفريزر، هتجيبيها زي ما انت شفتيني عملتها كده في الطبق، فركتها كلها خليتها زي الرمله كده، زي الرمله. وبعد كده جبت الطاسه وخدت منها كميه من قلب اللي انا عملته، ورحت نازله عليها بنص كوبايه سمنه بلدي، وحطيت معلقتين سكر بودر على قلب الكنافه زي ما انت شايفاها كده. وهرفعها دلوقتي على النار، بس قبل ما ارفعها هدني ادعك فيها كده او افرك فيها عشان السمنه ايه تتغلل فيها كده زي ما بيقولوا. ايوه، ايه يا شهرزاد اللي انت بتقوليه ده؟ رفعتها على النار واديها تقليبه كده يا شهرزاد لحديت ايه زي ما انتم شايفين غيرت لونها. طبعا نستكفى باللون ده لا، لازم نحمرها على الاخر زي ما انتم شايفين كده. هتحمريها ليه يا شهرزاد؟ هتشوفي دلوقتي يا حبيبه اختي. كملي بس الفيديو الاخر، والله العظيم الفيديو هيعجبك، واكيد هيعجبك وهتحطي اللايك لاختك. جبنا الطباق بتاعه الكب كيك، وهنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي احلى كب كيك كنافه. حطي يا شهرزاد معلقتين عسل على المكسرات اللي هي اللي انا عاملاها على الكبه، منعماها جدا عشان انا عايزاها زي بصوا هقول لكم زي الملبن كده. جبت المكسرات لوز ولوز و... وايه تاني يا رب، المهم شويه مكسرات كده عملتهم على الكبه، ورحت خليتهم ناعمين جدا وحطيت عليهم معلقتين عسل وعجنتهم كده زي العجينه، او زي مثلا انتوا فاهمين زي الملبن كده. وحطيت نص كميه الكنافه تحت، ورحت حاطه حته من الملبن اللي انا عاملاه ده بالمكسرات في النص، وكملت بقيه الطبق الكب كيك برضو بالكنافه. تمام. كملي بقى الفيديو يا حبيبتي هتطلعي مستفاده. دي اول طريقه. تاني طريقه هتعملي ايه يا شهرزاد؟ برضو هنعمل الكنافه السليمه اللي هي بتبقى بحالها ما بتتهريش. التانية احنا كنا مطلعينها من الفريزر، دي جايه فريش. تمام. جبنا الكب كيك كده وحطينا حته كنافه وحطينا حته شويه مكسرات وشويه سمنه بلدي وحطينا حته كنافه كمان وغرقناها سمنه بلدي. دي برضو طريقه تانية. تمام. ركزي يا قلب اختك كده وانت هتعرفي الطريقه دي حلوه قوي قوي والله بجد. لو انت شفتيها وعجبتك بصي اعمليها وهترجعي لي في التعليقات وهتقولي لي شاطره يا شهرزاد تسلمي، دي كانت طعمها تحفه. عملت الطريقتين دول بطباق الكب كيك. تمام. وغطيت الكنافه اللي انا كنت محمراها على النار، غطيتها بالسوليفان. ليه يا شهرزاد؟ عشان انا مش هي كده كده محمره، انا مش عايزاها تتشاف مني. طبعا انا دخلت الكنافه دي الكب كيك دي، الكب كنافه دخلتها الفرن. وطبعا دي الطريقه التالتة هي يا شهرزاد. بصي جبنا بقيه الكنافه اللي انا محمراها، حطيت عليها زبيب وجوز الهند وبقيه المكسرات اللي كانت فايضه مني. تمام. وجبنا صينيه حطينا فيها سمنه بلدي وفردنا كده الكنافه بالطول قدامي على الرخامه زي ما انت شايفه كده يا قلب اختك. دي الطريقه التالتة. وهتحطي كده المكسرات والزبيب والجوز الهند وكل المكسرات اللي عندك هتحطيها في قلب الرول كده وتلفيه زي ما انا بلفه قدامك كده يا حبيبه اختي. بصي لو ركزتي في كل الحركات والتكات صدقيني هتيجي تعمليها والله بجد هتعجبك جدا. وهتحطي لي لايك وتحطي لي كومنت يا قلب اختك. حطيني في قلبك يا قلبي، حطيني في قلبك يا قلب اختك. وحشتوني وحشتوني كتير، ربنا يخليكم ليا يا حبايبي ويدومكم معايا دايما. اوعى تنسي اللايك بقى لشهرزاد. بصوا انا لفيت الرول زي ما انتم شايفين، برضو حطيت المكسرات ولفيت، وهنبدا نلف واحد واحد في قلب الصينيه. الطريقه دي لسه جديده جدا. ثلاث طرق للكنافه عملتهم لكم في فيديو واحد وبسهوله جدا، مش هياخد معاكي اي افتكاسات ولا حاجه، هي سهله جدا. المهم جبت بقى السمنه البلدي وحطيتها كلها على قلب الرولات اللي انا لفيتها دي. عندك سمنه نباتي عادي شغال، مفيش مشكله يعني، اي ماده دهنيه عندك حطيها. طبعا انا كده كان الكب كنافه عندي استوى زي ما انتم شايفين، طلعته وكده دخلت الصينيه اللي انا عملتها رول دخلتها تاني في الفرن. وجبت العسل بتاعي ده، كنت عامله كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، وكنت حاطه عليها ليمونه وحطيت عليها مع معلقتين فانيليا. تمام. وسبتها ايه ربع ساعه كده، وبعد كده سقيت بيها
الكب كنافه تمام. بصوا يا جماعه والله العظيم جربي الطريقه دي، تحفه تحفه تحفه. ولا الخلطه اللي انا عملتها اللي هي زي الملبن دي بالعسل والمكسرات تحفه. بس اهم حاجه انك انت تحطي المكسرات تخليها تبقى ايه، ناعمه جدا، وتحطي معلقتين سمنه ومعلقتين عسل. طبعا كنت عايزه ازين الكنافه، اي حاجه عندك زيني بقى يا حبيبه اختك. انا ما كانش عندي بصراحه غير كيس شوكولاته اللي هو سيس شوكولاته. المهم رحت مزينه بيه زي ما انتم شايفين كده. يا سلام سيدي يا سيدي، تسلم ايدك يا شهرزاد. هطلع لكم طبعا ايه الصينيه دلوقتي، هتطلع زي ما قال الكتاب لوحه فنيه. بصوا بوريكم الكنافه طالعه، مش قادره اقول لكم حلوه قوي، كانت طعمها رهيب وخطير خطير. بصي طلعت طبعا بقيه الشربات اللي فضل مني، رحت جايه ايه حطها، حتى العسل كله عليه. وما كنتش انا ادلع نفسي، مين هيدلعني؟ يلا يا حبيبتي اختي قومي دلعي نفسك دلعي نفسك. وسقيت بقى كل الكنافه زي ما انتم شايفين. بصوا كانت تحفه وكان طعمها خطير. اوعي تنسي تجربي الطريقه دي وترجعي لي في الكومنتات وتقولي الله ينور عليك يا شهرزاد. واللي اول مره يخش عند شهرزاد، انا اختك شهرزاد ودي قناتي، وتنوروني وتشرفوني يا حبايبي، وتستنوني في فيديو جديد. ومع الف سلامه، باي باي.